النهارده انا هقدم لكم اول درس ليا في الافتر افكتس، وهو درس بسيط وسهل جدا. هو ازاي انك تعمل ضرب النار بتاع المسدسات. هنجيب الفيديو بتاعنا، حطه كده. الفيديو ده انا جايبه من فيديو كوبايلوت. زي ما احنا شايفين معانا ضرب نار، مش واحد بيضرب نار، بس هو بيحرك المسدس بس. اللي احنا عايزين نضيفه بقى هو ازاي ان احنا نعمل ضرب نار ونخليها تبان ان هي حقيقية. بسم الله نبدأ. اول حاجه مش لازم يكون عندنا فيديوهات الاكشن اسينشالز، احنا ممكن نعملها بطريقه ابسط من كده بكتير جدا. مثلا نبحث في جوجل عن مازل فلاش، عن ضرب نار، صوره مثلا. تمام، صوره زي دي. وبعد ما ننزل الصوره هنجيبها مثلا، مثلا حاجه زي دي كده. نحط الصوره بتاعتنا في الكومبوزيشن، وعايزين نعمل ماسك على الحته بتاعه ضرب النار. ناخد الماسك كده. تمام. وبعدين هنضغط كليك يمين، بلندنج مود، هنعمله سكرين. كده بقى معانا صورة ضرب نار. ممكن نعمل حاجة كويسة، إننا نضغط اف ونزود الفيزر سنة بسيطة كده. تمام. وبعدين نعمل النار دي 3D، ونضغط ار عشان نعمل لها روتيشن، تدوير. هندور النار بتاعتنا، نظبطها على حسب المسدس اللي موجود. نعمل لها سكيل، نضغط اس عشان نصغر النار كده. تمام. ونخليها نشوف هو هيضرب فين. مثلا دي هنا. نيجي عند المنطقة اللي هيبدأ يرفع فيها المسدس، هنخلي الطول بتاع النار فريم واحد بس. نشوف كده. تمام. ممكن نضيف دخان. نيجي هنا بنفس الطريقة، نكتب مثلا سموك. مثلا نجيب الصورة دي، ناخدها سيف. تمام. الصورة جت عندنا اهي، نحطها في الافتر افكتس، نجيبها هنا. وبنفس الطريقة هنضغط براندنج مود، نخليه سكرين. تمام. بس طبعا لازم نعمل لها ماسك عشان تبقى يعني على قد المسدس مثلا. نخلي الفيزر، نرفع الفيزر شوية، ونخليها تظهر بعد دي، بعد النار. يعني مثلا هي هنا في الفريم ده، نخلي النار في الفريم اللي بعدها. نشوف كده. كده كده تمام. ممكن كمان نرفع الدخان شوية عشان بعد الضربة بيبقى في دخان اكتر، او ممكن نخليها من غير دخان. عايزين بقى نضيف لمعان مثلا او اثار شعاع النار على جسم الراجل اللي بيضرب. هنيجي على الطبقة الرئيسية بتاعة الفيديو الرئيسي، ونضغط كنترول دي او دوبليكيت، وهنخلي نضغط عليه كليك يمين، نجيب البليندنج مود بتاعه نخليه اد. كده تمام. وناخد الماسك، نخلي الماسك عند مثلا الاماكن اللي هيظهر عليها ايه، انعكاس كده مثلا. هنا.
مثلا، ونيجي عند نضغط اف عشان نزود الإضاءة مثلا كده، نخليها واقعية شوية. نطبق نفس العملية على كل الماسكات. تمام. ونخلي طولها على نفس طول ايه، نخلي طولها نفس طول الطلقة. نشوف كده. كده تمام، كده بقى معانا ضرب نار حقيقي كل حاجة وبصورة، ومش محتاجين ان احنا نجيب الاكشن اسينشالز بتاعت الفيديو كوبايلوت، او مش محتاجين فيديوهات حجمها كبير على الفاضي يعني. بس في نفس الطريقة لو معاك الفيديوهات، هي نفس الطريقة، ان احنا هنجيب الفيديو بتاعنا اللي هو المازل فلاش مثلا، وهنحطه بنفس الطريقة. المعذرة ان الصوت بايظ شوية عشان بس الميكروفون فيه مشاكل. نشكركم على المشاهدة. الرجاء لو عجبكم الفيديو ممكن تضغطوا لايك او سبسكرايب، وانتظروا فيديوهاتي الاسبوعية، والسلام عليكم.